وحصل خلاف حوالين مفهوم التعاطف نفسه. ولذلك أنا خدت قرار إن أنا أتكلم عن شعور التعاطف. أهلا بكم مرة تانية وفي محاولة أخرى للالتزام بصراحة بفكرة الحلقات في البلاي ليست الجديدة اللي هي مع حامد. فأنا قررت النهاردة إن أنا أحاول ألتزم وأقدم الحلقة بتاعت النهاردة. يعني ببساطة فكرة حلقة المرة دي أنا هتكلم فيها عن تعليق على حدث خد صخب شوية في الفترة الأخيرة في مصر، ولكن أنا في العادي مش بحب أعلق على الترندات لأن أنا مش هدفي إن أنا أعلق على حدث ويختفي أو إلى آخره. يعني المهم إن في فترة قريبة حصل حادثة على الطريق الإقليمي في مصر، وراح ضحيته تقريبا 18 بنت أو عدد من البنات في سن صغير كانوا رايحين يشتغلوا في مزارع عنب. عليه العوض ومنه العوض. مسلمك يا عبد موجود، يا عبد موجود، مسلمك يا عبد موجود، يا عبد موجود، مسلمك يا عبد موجود، يا عبد موجود. وانا هنا ليه بقول الحدث بالظبط؟ يعني انا عايز اقول، بس انا اتكلمت عن الموضوع ده ليه المرة دي، ولكن مش عايز اركز تماما على الحدث او على احداثه او على تفاصيله او مين الجاني او مين المذنب، لان مش هي دي النقطة بالنسبة لي يعني، ولا هو ده اللي فارق لي دلوقتي. خليني اقول ان الحدث ده احدث صخب كبير جدا على مستويات كتيرة، منها المستوى السياسي مثلا، لان في ناس طالبت الوزير كامل الوزير بالاستقالة، وهو طلع رد على المواضيع دي بعنف. زي ما انا بقول، انا بحكي بس الباك جراوند او الخلفية اللي انا هتكلم حواليها. وعلى الناحية التانية حصل بقى صخب كتير وخلافات كتيرة على المستوى مش عارف اسميها الفكري ولا لا بصراحة، يعني مكسوف اسميها الفكري، بس على المستوى الشعبي ان الناس بدأت تتكلم في الموضوع اكتر وبدأوا يختلفوا في الامور دي. يعني كلام عاطفي شوية، كلام دعائي شوية، كلام سياسي شوية، يعني اختلفت الناس بصراحة في الدردشة حوالين الازمة دي. يعني المهم ان كان المشهور في المشاعر في الموضوع ده هو مشاعر التعاطف، ولذلك أنا خدت قرار إن أنا أتكلم عن شعور التعاطف. التعاطف هنا في الحالة دي حصل خلاف حوالين مفهوم التعاطف نفسه. يعني خليني أقول مثلا إن في بعض الكلام مثلا او كثير من البوستات والفيديوهات والمقالات الصحفية والى اخره كانت بتتكلم ان هم دول اللي يستحقوا التعاطف وهم دول اللي يستحقوا الدعم والى اخره. يعني فبدأت التساؤلات الاخرى، يعني اللي هو طيب لو ما كانش البنات اللي متوفوا دول بالهيئة البسيطة دي والملابس الشعبية دي او بالملابس البسيطة دي برضو او من الطبقة المعينة دي، هل ما كانوش يستحقوا نفس الزخم ونفس التعاطف؟ يعني خليني اقول ان النقطة دي هي اللي لفتتني اكتر، لان انا كان موضوع التعاطف ده من اكتر الاشياء ومن اكتر المشاعر اللي بتشغلني بشكل كبير، لان انا بحكم شغلتي كطبيب يعني وانت بتشتغل كطبيب عموما اكتر شعور بيتم استعماله او انت بتواجهه هو شعور التعاطف، وحتى اكتر شعور انت بتطالب بيه هو شعور التعاطف. والموضوع ده بيحطك دايما في نقطة يعني من الخلافات الأخلاقية ما بينك وما بين الكثير من الناس. التعاطف ده لحد فين؟ ويعمل ايه التعاطف ده؟ وتقدم بيه ايه؟ وايه هو التعاطف الكويس؟ وايه هو العطف؟ ونساعد لحد فين؟ النقطة دي دايما نقطة خلافية يعني. المهم ان انا القدر شاء لي ان انا اشتغل في اماكن كتيره. يعني انا مش من ساعه ما اتخرجت من الكليه اشتغلت في مكان واحد، لا انا اشتغلت في اماكن كتيره. يعني اشتغلت في اماكن شديده التنوع، وانا هنا بتكلم على التنوع بمعنى تنوع كبير جدا. يعني انا اشتغلت في اماكن بتتنوع في الطبقه الاقتصاديه والاجتماعيه بتاعتها بشكل كبير جدا. اشتغلت في اماكن شديده الفقر يعني وشديده الجهل والمرض، وأماكن كانت طبقة متوسطة عليا، وكذلك أماكن طبقة متوسطة دنيا شوية، وكذلك أماكن راقية، وكذلك اشتغلت برضو في أماكن يعني إيه شعبوية بتجمع الفئات دي كلها، أو بتجمع بشكل ما أساسي ما تحت الطبقة المتوسطة. يعني المهم إن الشاهد من الموضوع إن أنا كان عندي تجربة متنوعة شفت فيها مرضى باختلافات كتيرة. والموضوع ده ببساطة يعني كان دايما بيعرضني لاختلافات في المشاعر، كان بيحطني دايما قصاد مشاعر مختلفة
الكلام ده بعيدا تماما عن كون انا بنفذ شغلي بشكل احترافي ولا لا. يعني كل ده دي مشاعر خاصة بيا جوايا انا، لا تتعلق ولا تؤثر على تأديتي المهامي. دي حاجة ودي حاجة تماما. ولكن خليني اقول ان من اكتر الحاجات اللي انا كنت بدونها حوالين تجربتي المتنوعة في المستشفيات المختلفة دي، هو ان المستشفيات ببساطة اللي انا اشتغلت فيها وكنت بتعرض فيها لمرضى هم اقرب للحالة الاجتماعية والاقتصادية بتاعتي، ان انا كنت في حالة تعاطف شديد جدا معاهم، اعلى من ناس ممكن تكون في معاناة اكبر. يعني المسألة بالنسبة لي أنا خدت بالي ولاحظت إن المسألة مش متعلقة بمقدار المرض والمعاناة في الحالات كلها. لا، في حالات معينة. خليني أقول دايما إن أنا بتكلم بشكل عام أو الشكل الغالب. لا، في قصص معينة لناس تختلف عني تماما وفي سياقات مختلفة عني تماما، وكانت شعوري تجاههم في شديد التعاطف وأكتر من حالات شبهي. ولكن خليني أقول إن بشكل عام وبشكل غالب كده، القصص بتاعت الناس اللي انا حسيت ان هي تشبهني شوية، ان انا قادر اريليت ليهم، انا شايف فيك عمي او والدي، او شايف فيك نفسي او الى اخره، كانت بتحصل مني على قدر اكتر من الحالة الشعورية الاعمق شوية، الاقرب شوية. لذلك فانا هنا كنت دايما بفكر في موضوع التعاطف ده، اللي هو التعاطف بينتج منين. وببساطة انا دورت في الموضوع ده يعني كذا مرة عشان خاطر افهمه. وأنا هنا هتكلم عن بعض آراء الفلاسفة والمفكرين حوالين الموضوع ده كركائز أساسية ممكن أبدأ أحلل بها الموضوع من وجهة نظري. فديفيد هيوم مثلا، اللي هو طبعا من الفلاسفة المفضلين بالنسبة لي، كان بيشوف ان التعاطف ببساطة هو حالة من الأنانية البسيطة. يعني انت ببساطة بتتعاطف مع الناس اللي شبهك، بتتعاطف مع الناس اللي انت بتحس ان انت ممكن تكون مكانهم، فبتتألم لحالتك انت لو كنت مكانهم. يعني هو حالة أنانية تماما، من ان انت بس شايف ان ده شبهك، بالتالي انت شفته في خطر، فبالتالي انت حاسس ان انت ممكن تبقى في الحالة دي، فانت متعاطف مع نفسك وبتدافع عنه من المنطلق ده. وهو هنا انا مش بأؤكد الموضوع ولا بنفيه، ولكن انا بشوف ان ده فاكتور مهم جدا او عامل مهم جدا. فخليني اقول ان انا مش رافض التفسير ده خالص ولا قبله في المجمل تماما يعني. ولكن انا بشوف ان كل ما هو حالة شعورية، انا دايما بأرجعها للحالة الأنانية قبل الحالة الغيرية. يعني انا بفترض دايما في المشاعر ان هي بتنطلق من منطلق اناني قبل ما تنطلق من اي منطلق اخر. والكلام ده ناس كتير تختلف معايا، وهو ده رأي مش مبني على شيء علمي ثابت او شيء علمي امبريقي. بلاش كلمة امبريقي دي. تاني حاجة بقى تاني حاجة او تاني رأي انا ممكن كمان اشير فيه للموضوع ده، هو ان ممكن كذلك التعاطف يستخدم كآلة وكطريقة معينة للصراع الايديولوجي. يعني للصراع الايديولوجي، وانا هنا مش عايز اكبر المواضيع قوي او النقط دي، ولكن خليني اقول ان بعد الخلاف، بعد المشكله اللي حصلت للبنات دول وبعد الحادث، انا بدات برضو اقرا مقالات يعني عن الناس اللي بتحث الناس على مزيد من التعاطف، وبتحث الناس على مزيد من الدعم، وبتحث الناس على ذكر القضيه اكتر واكتر عشان خاطر انتصارات اخلاقيه. يعني هم كانوا بيقولوا مثلا ان احنا لازم نتعاطف معاهم اكتر ونتعاطف معاهم بشكل ازود عشان خاطر هم دول اللي يستحقوا التعاطف، وعشان خاطر البنات دول هم اللي مش عارف جزمتهم بمش عارف ايه، وكلام كتير كده لا يخلو من المبالغة ولا يخلو من استعمال الالفاظ. يعني الهدف من الموضوع هو دايما ان الطبقات او اصحاب الايديولوجيا معينه او فكره او اخلاقيات معينه عايزين يظهروا للجميع ان انت بمجرد ما تتمسك بافكار بتاعتنا دي، فانت ستحصل على دعم شعبي مهول جدا جدا جدا، وستحصل على كل انواع التعاطف. وهي اشاره غير مباشره للناحيه التانيه. يعني لو انت برضو ما كنتش ملتزم بالاكواد الاخلاقيه بتاعتنا دي، وما كنتش ملتزم بالشكل اللي احنا بنفرضه او بايديولوجيا الفكريه والاخلاقيه دي، فانت مش هتاخد كل المكاسب دي، حتى لو انت بتفترض انها مكاسب يعني بلا قيمه. ولكن هو بيديك الاشاره دي. هم عايزين يقولوا ان الفرصه دي ظهرت لينا عشان خاطر ندعم الشكل ده من البنات المحجبات الصغيرات الملتزمات المجتهدات والى اخره، وان احنا لازم نسلط عليهم الضوء اكتر واكتر حتى ننتصر لهذا الكود الاخلاقي اكتر من غيره.
وخليني اقول كذلك ان هو ممكن بيتم استعمال الاشياء دي في الصراع الاخلاقي البسيط ما بين الطبقات. يعني هو النقطة دي برضو كانت بيتم استغلالها في صراعات طبقية بسيطة ضد الطبقة الحاكمة وضد الطبقة الغنية، اللي هو شوفوا بناتنا، شوفوا بناتنا عملتوا فيهم ايه، شوفوا مش عارف ايه، يا ظالم يا مفتري. ونوع من انواع التعالي الاخلاقي كمان على الناس دي. يعني شوفوا احنا بنعاني ازاي، شوفوا انتوا لازم تحسوا بالذنب ازاي، شوفوا انتوا لازم تعانوا وتشوفوا معاناتنا قد ايه عشان خاطر تحسوا بينا الى اخره. يعني خليني انطلق هنا كمان بقى للفكر بتاع ماكس شيلر. ماكس شيلر كان بيفرق ما بين 3 انواع من المشاعر اللي احنا بنتصور ان هي زي بعضها. هو بيقول ان في فرق ما بين العطف او الشفقة، وفي فرق ما بين العدوى الوجدانية، وفي فرق ما بين التعاطف. وخليني هنا التفت قوي لكلمة العدوى الوجدانية اللي هو بيقول عليها، ان هو بيقول ان انت في بعض الناس بتدخل في حالة شعورية معينة كده هم مش حاسين بيها ولا حاجة، ولكنها بتنطلق وبتنتشر. يعني وانا بشوف الموضوع ده كتير، يعني ان هو في مجموعة من الناس كده بتحس ان المشاعر ماشية في سكة معينة فتمشي معاها. احنا بنصوت ليه كفالة الشر؟ ودول جموع كبيرة يعني. وخليني هنا مش التفت كتير قوي لفكرة التفرقة بتاعته ما بين الشفقة والتعاطف والعدوى الوجدانية، ولكن أنا عايز يعني أشير لنقطة إن هو بيقول إن يبدو الشعور من الخارج وكأنه واحد، ولكن هو عند كل واحد مختلف بناء على المكان اللي هو واقف فيه. ابنك مات شهيد يا عم موجود، مات هو شايل اسمي، يبقى ابني قد ما هو ابنك. افهم بقول ايه؟ هو انا مش اب واقدر احس بالنار اللي قايده في صدرك؟ الجحيم، أنا في الجحيم ذاته، أنا في الجحيم ذاته. بس هو في الجنه دلوقتي مع الابرار والمرسلين، وبناء في الاخر على المصلحة اللي بتتحقق له من ورا الشعور ده. يعني انا شايف، وده انا بعيد الكلام بتاعي تاني، ان الحالة الشعورية نفسها بتاعت اي انسان هي بسيطة جدا ويمكن تفسيرها بلا اي تعقيد. الانسان بيبحث دوما عن اشياء تنفعه وعن دوافع انانيه يمكن من خلالها تفسير كل حالاته الشعوريه. انا في حالات كتيره جدا لما باجي مثلا احاول ان انا افكر في فكره او افكر في شعور او ان انا احلل مشهد حواليا، بحاول ان انا دايما ابعد عن التحليلات المبالغ فيها وانظر للانسان كشكل غير معقد. طبعا في فاكتورز كتير، في عوامل كتيره بتاثر في سلوك الانسان وافكاره والى اخره، ولكن قبل ما ابدا واعلق واحط التفسيرات المعقده دي كلها ببدا ابحث في الحاجات البسيطه جدا. انت بتشتغل ايه؟ الشعور اللي انت بتشعر بيه ده بيخدمك ازاي؟ يقدم لك مصلحه ازاي؟ قبل ما ندخل بقى في التحليلات وندخل الفاكتورز الخارجيه من بره والفكر والعصر والجغرافيا والتاريخ والى اخره. يعني النقطة الأخيرة اللي أنا ممكن كمان أشير إليها، إن أنا بحب طبعا إن أنا فلسفة ميشيل فوكو في تفسير الأشياء. هو ميشيل فوكو ما اتكلمش عن موضوع التعاطف بشكل أساسي، ولو إحنا جينا نفسر بطريقة ميشيل فوكو الأحداث، فهناك سلطة ما بتتحكم في المسارات الإعلامية أو في المسارات البسيطة. وأنا هنا مش بتكلم عن سلطة ماسونية، أنا بتكلم هنا عن السلطات اجتماعية ولا تعني السلطة السياسية. يعني أنا لا أقصد بها السلطة السياسية، أنا أقصد أن هناك شيء ما أعلى، سلطة أعلى حتى لو كانت سلطة المجتمع، بتدعو الناس أن هي تتعاطف في اتجاه ما، لأن هي بتحاول تعزز شكل ما وبتحاول تستثني أو تنفي شكل ما آخر. وده اللي ناس كتيرة بتتكلم عنه، لان في ظل ما كان بيحصل كوارث مع البنات اللي في الطبقة دي، وكان الشحذ العاطفي بيتم تجاههم بشكل كبير، كان في أزمات تانية عند ناس تانية مش بتاخد كل الزخم ده. فهناك شيء ما، هل مثلا القوى السياسية مثلا بتعزز الدعم العاطفي والشحن للبنات المجتهدات اللي بيشتغلوا في غير سن الشغل واللي هم بنات قاصر وبيساعدوا أسرهم عشان خاطر الدولة في الآخر تدعم الصورة دي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما هي اديتهم في الآخر تعويضات. اعقل يا عم موجود، واني رقبتي ليك وفي هدا بيتك وعيالك، واني قد القول. وفي الاول وفي الاخر الدوله برضو لما شافت ان المشكله دي حصلت ما عملتش قانون ضد مثلا عماله الاطفال، لا،
هي راحت اديتهم فلوس، هي راحت اكدت على الصوره نفسها. فهل ده ممكن يكون الدوله اللي بتعمل كده؟ ممكن. هل ممكن شيء اخر؟ مفيش اي ازمه يعني. المهم ان الشاهد من الموضوع ان انا مش هدفي هنا ان انا اكون في صف او ضد صف معين، ولكن هي تجربتي كطبيب فعلا هي اللي لفتتني اكتر لفكره التعاطف دي. ان انا لا احمل نفس المشاعر تجاه الجميع في احداث حياتي، وانا نقطه ان انا بكون مشاعر من التعاطف مختلفه دي، ده بيتاثر بعوامل كتيره في وجهه نظري انا الشخصيه، انا كحامد، ان انا بشوف ان هي بتتاثر بعوامل انانيه اكثر من غيريه. يعني حاجات بتخصني انا وبتخص مصالحي انا وبتخص مخاوفي انا وبتخص افراحي وبتخص احزاني والى اخره. بس يعني انا مش عايز اطول اكتر من كده، عايز تكون الحلقات قصيره يعني، هحاول ان شاء الله. تشكر طريق سلام انت. واشوفكم في الحلقه الجايه كمان اسبوع. سي يو. ويلي وولادي كلهم فدا الوطن، فدا مصر.